طلعنا مع أحمد نوير على آخر استعدادات الأهلي قبل السفر إلى المغرب. ما لم يقوله أحمد قد يقوله الكابتن زكريا ناصف. كابتن زكريا، لديك ملاحظة فيما يخص المجموعة التي سافرت إلى المغرب؟ طبعا ليه ملحوظة. هو عادة جوزيه لما بيلعب في مباريات الدوري في القاهرة بياخد 19 لاعب في المعسكر ليلة المباراة، بس بيكون 2 حراس. هو قرر انه يسافر ب 19 لاعب بس فيهم 3 حراس. اليوم حصل مشكلة ان سيد حمدي اصيب بنزلة برد، فاستدعوا محمد فضل مكانه لان فضل ما كانش بيسافر. فهيسافروا 19 لاعب او سافروا النهارده 19 لاعب فيهم 3 حراس. انا شايف ان ده ريسك، كان المفروض انه يزود لاعب او 2 كمان لان ممكن سيد حمدي يسافر اليوم ويعيا بالليل او يعيا بكره، يبقى معنى كده انه دكه البدلاء هتنقص. ممكن لاعب تاني لا قدر الله يصاب بكره في التمرين، يبقى معنى كده انه هيبقى 16 لاعب وهو المفروض يبقى 18. يعني انت تقرا ربما الاسوء لازم طالما عامل حساب اني باخد حارس ثالث، يبقى لازم كمان اخد في مراكز اخرى عدد اضافي، ما يبقاش العدد محصور. واخد بالك كابتن رشيد؟ يعني في ريسك شويه ان انت بتاخد زياده طالما مسافر، بدليل ان انت في المعسكر الداخلي في القاهره بيبقى 19 لاعب بدون حارس ثالث. صح، بس هو طبعا المدرب طبعا من الفكر القديم. احنا شفنا طبعا في بدايه الثمانينات لو رجعنا بذاكرتنا انه فريق ليفربول خاض البطولات الاوروبيه كلها وكان يلعب ب 13 لاعب فقط. ففي بعض الاحيان هذا الفكر القديم بعض المدربين ربما يحصرون اهتمامهم في مجموعه معينه، يدري انه عنده تغيير 1 أو 2 حيعملوا مش اكثر من كده في كل الظروف، وحتى في حساباته انه 11 حيلعبوا يا كابتن وعنده فقط لاعب او 2 اذا احتاجوا حيدخلوا. لا هو جوزيه ما بيعملش كده، يعني جوزيه في كل المباريات بيعمل 3 تغييرات وفي كل المباريات بيبقى عنده 7 احتياطي. فالمفروض يبقى معايا ريزيرف في السفر. هذه نقطة تنظيمية مهمة. على الصعيد التكتيكي مانويل جوزيه مطالب هذه المرة بمجازفة أكثر، لأنه شاهدنا الأهلي عندما يلعب خارج ميدانه متحفظ كثيرا، يعني هناك العديد من الحسابات على المستوى التكتيكي. ربما هذه الورقة الأخيرة، المباراة الأخيرة للإبقاء على أمال الأهلي. You have said everything. قلت كل شيء. يعني يمكن أن أكون محلل فني. Tomorrow what I'm saying is tomorrow games مباراة الغد وبل كل المباريات الغد الأهلي عليه أن يأخذ المزيد من المخاطرة والمغامرة في هذه المجموعة. ليس هناك شيء بقي عليه أن يلعب الكل من أجل الكل إذا أراد أن يتأهل. المدرب يعلم هذا بشكل جيد واللاعبون يعلمون هذا بشكل جيد أيضا. من السهل أن نتحدث عن هذا عند بداية المباراة، ولكن لا ندري هل بإمكان اللاعبين أن يترجموا هذه الإرادة على أرضية الملعب. هل بإمكانهم أيضا الذهاب بعيدا فيما يخص المجازفة والمحاولة بشكل أكثر؟ ليس للأهلي شيء يخسره. إذا خسر الأهلي المباراة لن تنتهي الأمور عند هذا الحد. هو في شيء إيجابي إيمانويل إن أحمد فتحي بيعود للفريق، وأحمد فتحي قوة مهمة جدا في الأداء الدفاعي والأداء الهجومي للنادي الأهلي، لكن بيغيب طبعا بخلاف سيد حمدي اللي أصيب النهارده، بيغيب بركات وبيغيب حسام غالي للإيقاف، وبيغيب أيضا أحمد شديد إناوي في ناحية شمال اللي هو مش مقيد إفريقيا. يعني أنت تلمح ربما إلى موضوع حتى حسام غالي نسبيا مثير للجدل، لأنه حسام غالي في الأهلي وبلال العيفة في النادي الإفريقي كلاهما يتعرض للإيقاف بطريقة نسبيا مستغربة. يعني يستغربها كثيرون خاصة من يتابعون دوري أبطال أوروبا أو مسابقات أوروبية أو ما شابه. إيقاف متكرر عوض أن يوقف لمباراة، مجموع انذارات بالنسبة لحسام غالي سيوقف لمباراتين، يعني نسبيا مستغربة كقرار من الاتحاد الافريقي. كابتن رشيد ليس كذلك؟ اذا احنا يمكن قبل الاستوديو كنت بتكلم مع ايمانويل نتكلم عن الاتحاد الافريقي والاخطاء المتكرره للاتحاد الافريقي في التنظيم، اخطاء متكرره في عمليه وضع برامج تطوير الكره الافريقيه، اشياء كثيره يمكن تحدثنا عنها كابتن قبل. هذا قرار تاديبي ايضا في مثير للجدل. اشياء كثيره يمكن اكثر شيء مثير للجدل حاليا عمليه الصعود الفرق اللي ببطوله الامم الافريقيه، انه يسحب الغاء نتيجه الفريق اللي في مؤخره المجموعه هذه. هذا بالنسبه لغالي وبالنسبه لبلال العيفة الموضوع متكرر، لكن في دور سابق يعني اوقف حسام غالي كما بلال العيفة. الان ايقاف متكرر، مجموع انذارين
لن يوقف لمباراة وإنما لمباراتين. عادي هذا إيمانويل؟ Well, I think to be very honest to you, along this لنكون صريحين، رأينا العديد من الأخطاء خلال هذه المنافسات من جانب الحكام. ما قال السيد رشيد هو محق في ذلك. تحدثنا حول هذا وتحدثنا عن كرة القدم الإفريقية. هناك العديد من التغييرات يجب القيام بها عندما نرى كرة القدم الأوروبية. لديهم بلاتيني، وبلاتيني قام بالعديد من التغييرات. على إفريقيا لا تخلق الحالة الخاصة، على إفريقيا أن تغير العديد من الأمور على مستوى التنظيم. علينا أيضا أن نحن حذو كرة القدم الأوروبية. إذا كنا نقترف دائما نفس الأخطاء لن نتحسن ولن نطور من مستوانا أبدا. خلال هذه المنافسات الإفريقية رأينا العديد من الأخطاء، وعلى الحكام أن يقبلوا هذا. رأينا الحكام يغيرون نتائج إيمانويل، أنت تضع يعني إصبعك على إشكال كبير جدا، ربما بحاجة إلى برنامج أو برامج كاملة فيما يخص الاتحاد الإفريقي. وكابتن زكريا أعتقد يشاطرني الرأي، لأنه هناك لخبطة هناك على المستوى التنظيمي، على مستوى المعلومات، حتى بالنسبة للصحفيين يعني في الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، والعديد من الأشياء. على كل حال نغلق مبدئيا هذا القوس، أنا سنتحدث عنه في مواعيد مقبلة لا شك في ذلك، ونفتح قوس فريق الوداد الذي يعيش مع المدرب دوكاسيل فترة زاهية للغاية ونتائج إيجابية للغاية ومرشح بارز للتأهل لنصف نهائي تشامبيونز ليج. نستمع إلى دوكاسيل ونستمع أيضا لبعض لاعبي الوداد قبل هذه المواجهة المهمة أمام الأهلي المصري. تحضيراتنا كانت جيدة وغياب العناصر الدولية لم يؤثر علينا. الآن اكتمل النساب والجميع يدرك أهمية المباراة وصعوبتها، بما أنها تمثل الفرصة الأخيرة للأهلي من أجل الترشح. Ils sont conscients que ça va être un grand match, que ça va être très difficile parce que Al-Ahly c'est leur dernière chance aussi, ils sont obligés de faire un résultat ici s'ils veulent se qualifier. Donc on s'attend à un gros match, on le sait. وبقية العناصر قادرة على تقديم الإضافة. Ajdou et Fabrice et Msassi sont suspendus encore pour un match, mais il y a d'autres joueurs, il faudra faire avec et j'espère qu'ils seront motivés pour ce match-là. Voilà. فصراحة فعندنا منافس كبير اللي هو الأهلي. صراحة فريق الأهلي غيجي للضرب دابا باش يفوز، كذلك حنا عندنا واحد الرغبة باش نفوزوا باش نضمنوا التأهل واحد 100% إن شاء الله. فالمباراة غتكون تكتيكية 100%، فربما اللي غادي يكون مركز بشكل كبير هو اللي غادي يفوز في هذه المباراة إن شاء الله. بالفعل فيعني في هذا الاسبوع تابعنا عندنا واحد المقابله قويه ضد فريق الاهلي، فيعني كل يعرف انه فريق قوي، ويعني بالرغم من التعادل ديالنا في مصر، فاحنا مستعدين هذه المقابله هذه ان شاء الله باش نحققوا فيها 3 نقاط باش نحسموا التاهل للدور نصف النهائي. يعني هذه المقابله عندها خصوصيه ديالها، نتمنى من الله ان شاء الله باش نحققوا فيها واحد النتيجه ايجابيه وهي 3 نقاط. الحمد لله كما يشهد الجميع الفريق غادي في واحد الطريق صحيح ومتصدر هذه المجموعه. يعني نتمنى من الله ان شاء الله، يعني بالنسبه لنا هذه المقابله هي كنهائي، يعني الا فزنا فيها ان شاء الله غادي يكون بصفه رسميه ان شاء الله التاهل ديالنا لنصف النهائي. ونتمنى ان شاء الله هذه المجموعه هذه باش تكون واعيه بهذه المسؤوليه ان شاء الله باش تحقق واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله ضد هذا الفريق اللي هو فريق غني عن التعليق اللي كيعرفوا الجميع هو فريق الاهلي. نتمنى من الله ان شاء الله الخير، ان شاء الله يكون 3 نقاط ان شاء الله يكون تأهل ديال فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله. كانت هذه تصريحات دوكاسيل وبعض من نجوم فريق الوداد. واضح أنه تصريحات متفائلة لكن فيها الكثير من الاحترام للأهلي المصري عملاق افريقيا. فيما يخص دوكاسيل كابتن رشيد، ربما هو من بين أكثر المدربين إن لم يكن أبرزهم الذين تركوا بصمة في هذا الدور وفي الدور السابق على المستوى التكتيكي. واضح أنه مدرب يعني بإمكانه بخطة تكتيكية أن يغير مجرى مباراة، يعني لأن الأمر يختلف بين الوداد في كل مباراة وبين الوداد الذي يلعب على أرضه والوداد الذي يلعب خارج أرضه. والنتائج والإحصائيات تقول كده. الفريق الوحيد اللي أحرز أكثر من 9 أهداف أو 9 أهداف هو الفريق الوحيد في المجموعتين وفريق الوداد. دوكاسيل طبعا عمل في المغرب العربي، عمل في تونس، عنده خبرات كبيرة جدا في نوعية اللاعبين في هذه المنطقة وما يحتاجهم. ودرب في تونس، درب في قطر، درب في مصر، يعني لديه خبرة. لا أنا أتكلم عن اللاعبين المغاربة، يعرف كيف يتعامل معهم، كيف يأخذ أفضل ما عندهم ومن أفضل الأشياء اللي عملها. شفنا كيف استفاد من فابريس في المباراة السابقة وكيف إنه فابريس كان
يمسك الكره لمده الفور سكندز اللي بتخلي الزملاء يجوا من الخلف يعملوا السبورت. شفنا كيف انتقال من الدفاع للهجوم، شفنا ايضا القوه الشخصيه، لانه اليوم مانويل جوزيه بيتحدث عن انه هذه المباراه تحتاج الى اكسبيرينس، خبره، والى كاركتر اللي بيتكلم عن القوه الشخصيه. هذه المباراه بالذات نحن كريستال هو خلق هذه الروح عند الوداد، تشوف عنده شخصيه الفريق، وتشوف ايضا عندهم خبره جيده جدا في كيفيه التعامل مع متطلبات المباراه اثناء 90 دقيقه. فبالتالي هو يعني حقيقه عمل كبير جدا. الوداد اصبح من الفرق المرشح الاول ربما للفوز بهذه البطوله. هذه المباراه باذن الله بامكانكم متابعتها الأحد عبر الجزيرة الرياضية +9.